الدشوات بيدل ان نسبة ال 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 الاملاح عالية جدا لدرجة ان في صديد في البول كمان. الله. وراحت عامله اذى في مستوى المواد الملينه للجلد وبدات تفتح لنا الجلد. بالظبط. اتفضل. طيب ده بالنسبة للكعب. عشان كده بعض الناس اللي ممكن يتأخروا في الحمل شوية او الكلام ده كله بيبقى العلاج بسيط جدا غير الادوية الكيميائية. منطقة الكعب مجرد ما بضغط عليه بيحسن الدورة الدموية، بيعالج المشاكل الجهاز التناسلي، لو في تكاسل على الموبايل كل ده بيروح، وتلاقي الشهر اللي بعديه الدورة الشهرية انقطعت وبسم الله ما شاء الله اصبحت جميل. حامل. يعني انت ما بتعملش معجزة، دي حاجة بتعالجه منه فيه. بتستغل الطاقة الطبيعية هو انا العلاجية. النهارده هنا وحضرتك هنا وجئنا من اجل حبايبنا علشان نوصل رسالة حب بسيطة ازاي اعيد الطاقة للمصريين الجمال الذين فقدوا طاقاتهم في خلال بقى ان احنا الحياة خدتنا والكيمياء خدتنا والحاجات. صحيح. لا احنا عايزين نرجع تاني نرجع الطاقة اللي افتقدناها في الكرونيك فات سيندروم او زملة الوعي المزمن. هستاذنك نخرج مع اتصال. لا مش هنخرج فاصل، المخرج بيقول لي حلقة جميلة مش عايزين نخرج ولا فاصل. مين معانا يا استاذنا؟ استاذة ليلى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بيك. اتفضلي يا استاذتنا. ازي حضرتك؟ اهلا بيك ومنورانا. اتفضلي. ربنا يخليك، والله انا بحييك وبدعي لك حضرتك والدكتور كمان. لازم الدعوة مشتركة. الله يخليك يا رب. ربنا يخليك، والله انا مبسوطة جدا وجوزي دلوقتي قاعد جنبي. سلمي لنا عليه. طيب انا عايزة حضرتك بس توصل له ان انا فعلا تعبان. انا عندي زملة الوهن المزمن دي بقالي 3 سنين ونص. حاضر. هو طبعا لف بيا على جميع الدكاتره. ما انا قلت يا استاذه المره اللي فاتت ان هستاذنك، قلت ان الزوج ما يقولش لمراته انت بتدلعي ابدا، وقلت نقول نصدق العليل ولا نصدقش التحاليل. وصدقوني ان انا الحمد لله من اول الناس اللي في مصر اتكلمت عن الزمله، ولذلك انا هنا عشانكم وجبت استاذنا ودكتورنا الجميل عشانكم. ربنا يخليك، انا بدعي لك دايما. هو ده بالله عليكم، هو ده اللي احنا عايزينه منكم علشان نقدر نستمر ونوصل لكم رساله الحب من قلوبنا. انا متشكره قوي ليك يا جوز حضرتك اسمه ايه؟ ربنا يخليك يا رب. محمود. يا طيب ليك اي اسئله ثانيه وانا هبعت له النداء لكل محمود. انا اشكرك جدا. ربنا يعزك. انا اشكرك جدا. ربنا يبارك فيك. اهلا بحضرتك. الى كل استاذ محمود، الجسد فيه سم قاتل، زمله الوهن المزمن قاتله مؤلمه. هنرجع ناخدها بس بالراحه، فما حدش يقول لحد انت بتدلع. انا عارف ان التحاليل بتطلع سليمه وعلشان كده انت بتتضايق كل ما تروح توديها في حته. يا ستي ما بتاع القلب سليم وبتاع المعده سليم. لا دي اسمها تاني لكل اللي ما سمعوناش زمله الوهن المزمن، بتيجي نتيجه سحب الطاقه من الجسد. الطاقه دي بتاعت ربنا، روح بتاثر على الجسد. ولذلك اسمها الامراض النفس جسديه او الجسدنه، واحنا بنرجعها من خلال الطاقه. ومستضيفين لنا حد من اول العلماء اللي مشوا في الكلام ده، بيجيب لكم احسن حد في الدنيا بيتكلم في كل نقطه. كامل يا استاذنا بعد اذنك. طيب بعد ما احنا استاذنك، جمهورك فاتح النار عليك. ناخد معانا مين؟ اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذنا اهلا وسهلا ومرحبا بيك. اتفضل استاذ طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا ومرحبا. انا كنت عايز اكلم الدكتور على الهواء، دكتور كمال. دكتور سعد. البرنامج اللي شغال دلوقتي. الدكتور سعد. الدكتور سعد. انا اول مره اشوف القناه، اول مره بقلب بظروفها. ده شرف. عجبني البرنامج قوي. ده شرف على صدرنا وعلى راسنا من فوق. ربنا يبارك لك يا رب. استاذنك بس استاذ طه بعد اذنك. استاذ طه استاذنك وطي صوت التليفون عشان يسعدنا صوتك ونستمتع بتواصلك. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا ومرحبا بك. اتفضل استاذ طه. انا عايز اسال الدكتور في سؤال عن اليوريك اسيد اللي في القدم. طيب اتفضل اسال يا استاذ طه. السلام عليكم. عندك المشكله ان نسبه اليوريك اسيد عندك عاليه صح كده؟ عندي تمام. في الم في الكعب؟ كعب رجلي الاثنين. تمام. هو حضرتك من انهي بلد؟ انا من الجيزه. من الجيزه. تمام. طيب تمام. طيب في اي سؤال تاني وارد؟ ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ طه اسال السؤال الثاني، والدكتور في الاخر هيرد على كل حضرتك على السؤال بشكل شامل اكتر. اتفضل اسال سؤالك. من المريض.
بلدياتك على فكره من منيب. من منيب، يا اهلا وسهلا بيك. لا احنا عايزين نسال حضرتك، ليك سؤال تاني استاذ طه؟ ايوه بيه، انا عايز كان في البول وحش قوي، ريحه البول وحشه. طيب ليك سؤال تاني غير اليوريك اسيد؟ طيب هنرد عليك استاذ طه، وده بلدياتك طبعا، لازم ترد على مرتين. لا انا الاثنين. طيب بالنسبه لحضرتك، انت بتقول دلوقتي ريحه البول وحشه، ريحته نفاذه شويه. الحاجه بسيطه جدا، لو حضرتك ان شاء الله طبعا بتصلي اكيد، هتحاول وانت في الوضوء تدلك الكعب على قد ما تقدر. طيب معقول؟ طبعا ندلك الكعب كويس جدا. في مشكله؟ ده بيقول لي معانا دقيقه بس ده ايه ده؟ ما لحقناش، انا لسه بقول يا هادي اهو. لا هنكمل ان شاء الله. طيب ان احنا سريعا كده في الدقيقه دي، لو عندك بلي تحطه كده جوه شراب وتروح تحطه على الارض وتدوس عليه، هتحس فيه الم شويه في الكعب، حاول تتحمله. اول بول كده راقبه هتلاقيه نازل غامق جدا جدا، ريحته نفاذه جدا جدا، وده بتتخلص تاني. لان دي تاني حاضر لله دي تاني حاضر، واشرحها، لان دي خدوها مننا وعملوها عفوا الشبشب الطب. بالظبط كده، مش كده؟ خلينا في البلي يا ابو ارساخ بقى للناس. خلينا بقى بالبلي محمد ام عمر بسرعه يعني. بسرعه قبل بتاع البلي يقفل. اتفضل دكتور. طيب بلي صغير او زلط صغير ما يكونش بيعور، اللي هو بلاش مدبب عشان ما حدش بالظبط كده. يكون واخد شكل دوران اكتر، وحطه جوه شراب عشان احجمه يعني. وتروح تحطه على الارض وتضغط بالكعب، اضغط بالكعب. طبعا انت شوف حل القبل وحل البعد، هتلاقي نفسك من 3 ايام نسبة اليوريك اسيد بقت ما شاء الله. هنمشي بيه قد ايه؟ هو 3 ايام. لا نمشي بيه قد ايه في الشقه؟ لا يقف عليه 10 دقايق بس. 10 دقايق؟ يقف، ما يمشيش حتى. نعمل يقف ما نعملش رولينج او يعني سحب يا ريت للبل. يبقى هايل جدا، بس احنا عايزين نبسط بس كفايه المخرج في دقيقه تطلع اللي عندك. احنا برنامجنا بقى يجري بسرعه، يقدر يتحرك فيه، مفيش اي مشكله. هيلاقي ان حصل عمليه تعديل لنسبه اليوريك اسيد، في نفس الوقت كمان علاج لخشونه الركبه. لو انا بس مجرد اقف 10 دقايق على الزلط ده او البلي ده. لا هنجيب البلي ان شاء الله. الوقت بيجي، احنا ما لحقناش. ناخد في حاجه غير البلي نقولها دلوقتي، عشان انا عايز اطلع في حاجه غير البلي دلوقتي نقولها بالنسبه لليوريك اسيد. لليوريك اسيد لا ده حلو جدا كده، حلو كده. لكن ان شاء الله هنكمل مناطق الجسم ازاي هنخرج من كل حته. بس النهارده عندنا البلي. هم بره خدوا الاجهزه، الفكره اللي دكتورنا بيقول عليها، وعملوا فكره الرولينج او الممرات علشان يحصل تدليك امامي وخلفي الجسم. فاحنا بنحرك المنطقه المسؤوله عن الجهاز، زي ما الدكتور ده اتفضل قال النقطه المسؤوله هنا عن الجهاز البولي هي الاخرانيه. فاحنا بنجيب الكعب، وخصوصا اللي عنده مسمار الرجل اللي مش قادر يحط رجله، هيبدا فكره البلي يعمل مروح وجاي يفرد البلي كله، يفرد نعم يفرد البلي ويبدا يتحرك عليه، وان شاء الله قبل وبعد هيبدا يقول. لا يسعني لنشكر استاذنا ودكتورنا، رب شرفتني ونورتني وافدتني، واقول لكم ربنا يبارك لك ويجازيك عنا خير. هنا كنا من اجلكم نوصل لكم رساله حب في طمنا عليكم غدا ندى. اسال الله سبحانه وتعالى ان الرساله تكون وصلت لكل قلب ولكل بيت ولكل حد في عالمنا العربي والاسلامي. سبحانك الله وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في محبه الله ورعايتي وامني، والى لقاء اخر. استودعكم الله، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا دكتور سعد.